بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدءا في هذا اليوم المبارك الطيب، اليوم الموافق 31 ديسمبر من العام 25. حقيقة التحية للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة، الأخ الكريم رئيس مجلس وزراء السودان، الإخوة قيادات مجلس السيادة، الأخ الكريم والي ولاية الجزيرة، الإخوة أعضاء حكومة ولاية الجزيرة، الشعب السوداني عامة، شعب ولاية الجزيرة المعطاء. نهنئكم بأعياد الاستقلال، عيد 70 لأعياد الاستقلال المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والنماء لشعبنا الكريم ولسوداننا العظيم. التحية في هذا اليوم المبارك للقوات المسلحة والقوات المساندة لها. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى العام 26 يشهد استقرار كامل لكافة أراضي السودان وانتزاعها من العدو القاشم. نثق تماما في قواتنا المسلحة بأنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى قريبا ينعم السودان بالاستقرار الكامل، وتشهد إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولاية الجزيرة الولاية الاقتصادية الأولى على مستوى السودان بمشيئة الله سبحانه وتعالى تشهد العام القادم استقرارا كاملا، تشهد تنمية عمرانية كاملة على مستوى الولاية، تشهد طفرة صناعية كاملة. إن شاء الله نعد إنسان ولاية الجزيرة بأنه العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد أن خرجنا الحمد لله من الجهاد الأصغر وهو توفير الخدمات الأساسية وتطبيع الحياة، بحمد الله سبحانه وتعالى العام القادم إن شاء الله نعد إنسان ولاية الجزيرة بتنمية عمرانية كاملة، وعام يكون عام للإعمار على مستوى ولاية الجزيرة. التهنئة الكاملة لكل العاملين على مستوى ولاية الجزيرة، التهنئة لكل العاملين بوزارة التخطيط العمراني، نتمنى لهم إن شاء الله عاما سعيدا، عاما حافلا إن شاء الله بالتنمية والاستقرار. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحمد النعيم أحمد، مدير الإدارة العامة للكهرباء والطاقة الشمسية. تهنئة بأعياد الاستقلال. أول نحيي القوات المسلحة للجهد البذل، لولاها لما كان مواطن الجزيرة الآن عادوا إلى مساكنهم. والتحية لحكومة ولاية الجزيرة، السيد الوالي والسيد وزير التخطيط العمراني رائد التنمية وكل أعضاء حكومة. تحية للزملاء في وزارة التخطيط العمراني، والتحية والتهنئة الخاصة للعاملين في الإدارة العامة للكهرباء والطاقة الشمسية لما بذلوه من جهد في العام 25 في إنجازات. يعني يمكن حققنا أكثر من 3000 مشروع في العام 25 في مجال مياه الشرب، الطاقة الشمسية لمياه الشرب، وفي مجال المستشفيات، مجال المراكز الصحية، ومراكز غسيل الكلى، وإنارة الطرق بالطاقة الشمسية. يمكن دي أول مرة تكون على مستوى السودان يتم إنارة الطرق دي بالطاقة الشمسية بصور حديثة، ونعتبر إنه ده مشروع إن شاء الله حيكتمل في العام القادم. إن شاء الله عندنا مشروعات كثيرة في العام القادم في مجال الكهرباء، في مجال الطاقة الشمسية، ونبشر المواطنين بخدمات متوالية إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس هشام عبد الحفيظ، مدير عام هيئة الطرق والجسور ولاية الجزيرة. في البدء نهني الشعب السوداني والأمة السودانية القوات المسلحة بأعياد الاستقلال المجيدة. أعاد الله عليه الأمة السودانية بالأمن والأمان والرفاهية والإعمار إن شاء الله. ننتهز الفرصة دي ويعني نستعرض بعض إنجازات الهيئة يمكن في الفترة السابقة، اللي هي عقب تحرير المدينة والولاية. يمكن الهيئة جاءت في الفترة السابقة يعني من بداية شهر 1 من بداية السنة، يمكن تواجدنا في الهيئة، ويعني حصل طبعا دمار كبير جدا
للهيئة في المكاتب وفي الآليات، بالأخص الآليات. يمكن الهيئة فقدت عدد كبير جدا من الآليات، يعني مجموعة كبيرة من الآليات اللي هي بمستوى جيد جدا، يعني مش لكن الحمد لله الناس يمكن شوية يعني امتصت هذه الصدمة، ويمكن بدينا من شهر 2 بدينا يعني نصين بعد الآليات اللي وجدناها بمشاركة الولاية اللي هي بدعم من السيد الوالي والوزارة ووزارة المالية يمكن برضه، ولا زال هذا الدعم متواصل يمكن من قبل وزارة المالية في تأهيل عدد من الآليات. يمكن مشينا بصورة كويسة، يمكن وضح شوية شغل الهيئة في الفترة السابقة، لأنه تمكنا إنه نقدر ندخل بعض الآليات للشغل. ويمكن الفترة السابقة اللي هي كانت بداية الأعمال اللي هي يمكن أعمال النظافة وأعمال الشغل بتاع التأهيل فيما يخص المياه، طبعا لأن المياه كانت أولوية. شغل الهيئة كان محصور في الحاجات دي، ويمكن شغل النظافة إلى الآن متواصل، ويمكن يعني واقفين مع هيئة النظافة وإدارة النظافة في المحلية إلى الآن بآلياتنا بالحاجة المتاحة. وأعرض الشغل ده هو شغل الخريف، يمكن برضو الهيئة بما توفر لها من آليات كانت واقفة على شغل طوارئ الخريف. والحمد لله يعني فترة الخريف مرت بسلام يعني، وأعقبة اللي هي فترة دري آثار الخريف. يمكن دي برامج كلها هي متعاقبة مع بعض، يمكن برضو الهيئة إلى الآن احنا شغالين في الشغل ده. فالحمد لله يعني 25 مرت بسلام. يمكن يعني شوية الأمر كان صعب على الهيئة وكده والولاية، لكن الحمد لله قدرنا تجاوزنا 25. لكن يعني بنبشر مواطن الولاية يمكن 26 يعني البرامج الموضوعة فيما تخص الطرق، يمكن في شهر 12 بالذات يمكن أنجزنا حاجات كبيرة جدا في مجال الطرق. يمكن حنباشر شارع المحطة، الهيئة ذاتها حتشتغل برضو الشغل بتاع صيانات، يعني صيانات خفيفة لكن برضو لها الأثر في تغيير الشكل الطرق كده. الإنجاز اللي بفتكر إنه كبير اللي هو تحديث أسعار الشركة الذات. يمكن العقد ده كان متعثر لفترة طويلة، تم تحديث الأسعار وحيتم بداية الأعمال إن شاء الله في يناير إن شاء الله من عام 26. يمكن دي تباشير كويسة في ما يخص أعمال الطرق. بعد ذاك بعض المشاريع اللي كان معلقة ما بين الهيئة ووزارة المالية يمكن برضه يعني في تفاهمات كبيرة جدا في مجال الطرق. إن شاء الله تظهر متوالية يعني في الربع الأول. نتوقع إنه في الربع الأول من عام 26 إن شاء الله. والحمد لله يعني الهيئة الآن يعني وصلت لمستوى كويس، افتكر إنه قادرة يعني تنجز بعض الأعمال اللي في 25 ما كان قادرة تتمكن تنجزها إن شاء الله. الحمد لله.